لكم التحية مشاهدينا الكرام في كل مكان. برحب بحضراتكم لقائنا الأسبوعي رياضة في رياضة، إطلال على أهم الأحداث الرياضية المحلية والأفريقية. محلية هنتكلم عن الدوري العام اللي هيستأنف إن شاء الله يوم الجمعة القادم، وهيبقى لنا تساؤل ليه الجمعة يوم العيد أو احتمالية العيد، ده هنتكلم عنه في حلقتنا. أيضا عندنا الأندية المصرية المشاركة في أفريقيا، الكونفدرالية ودوري الأبطال، هنتكلم عنها أيضا بالتفصيل مع ضيفي وضيف حضراتكم اللي منورنا وبينورنا دايما، الناقد الرياضي الأستاذ محمود حافظ. أستاذ محمود أهلا بيك. حبيبي يا كابتن ايمن، برحب بحضرتك وكل الساده المشاهدين. الحمد لله على السلامه والنهارده. الله يسلمك حبيبي، تسلم. جاهز باوراقك؟ ان شاء الله جاهز. طيب هنبدا معاكم مجموعه من الاخبار والتصريحات، نعود بعدها لتحليل المباريات. اجتماع تنسيقي بين ابو ريده والتوأم حسن للترتيب لمعسكر المنتخب في مارس. مبدئيا مصر هتلعب مع السعوديه 27 مارس في جده، واحتمال كبير جدا النهارده يتم اقرار لقاء ما بين منتخب مصر واسبانيا. الموافقات اتخذت، لكن تحديد الموعد هو 31 مارس في سانتياغو برنابيو. بالاسماء، حسام حسن يختار مهاجمي منتخب مصر لمعسكر مارس. كابتن حسام اختار مصطفى محمد واختار صلاح محسن واختار اسامه فيصل، ده طبقا للخبر. لكن فين ناصر منسي؟ توصية باستمرار معتمد جمال بالزمالك الموسم المقبل، واحنا نؤيد هذا القرار، وكابتن معتمد عامل احلى حاجه مع الزمالك. ارقام كارثيه لتروب مع الاهلي في اخر 20 مباراه، هنتكلم عنه ايضا في الحلقه لانه فعلا في ارقام سلبيه. أسامة الزمراوي يقترب من تدعيم المصري أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية في مباراة العودة بعد التعادل المخيب للآمال 1-1. منتخب مصر ينهي إجراءات الباسبور المصري لهيثم حسن لاعب أوفيدو الأسباني. هيثم حسن بيلعب جناح أيمن في نفس مركز محمد صلاح، لكنه يجيد في 3 مراكز في الهجوم، جناح أيمن أو أيسر لأنه بيلعب بقدميه، وبيلعب كمان في مركز 10. منتخب مصر الناشئين يواجه تنزانيا اليوم، ويلعب في الوقت الحالي الحقيقه قبل السفر الى ليبيا. بالتوفيق ان شاء الله. الاهلي يستقر على شكوى عيسى سي بسبب الاخطاء الكارثيه في مباراه الترجي، هنتكلم عنها ايضا بالتفصيل في حلقتنا صاحب الكارت الاحمر. عبد الرحمن حميد على اعتاب الدوري الالماني لكرة اليد، يستحق احسن دوري في العالم، مشرف. العودة صعبة، ده اللي قاله مدرب الترجي بعد اسقاط الاهلي في رادس. هي مش اسقاط ولا حاجة، الترجي بقى له 8 سنين ما فز على الاهلي، يعني ما تتقالش اسقاط يا كابتن. حسني عبد رب وصرف جزء من مستحقات لاعبي الاسماعيلي المتاخره واغلاق الملف. احنا فعلا محتاجين اغلاق ملف الاسماعيلي، لان الاسماعيلي محتاج وقفه في الدور الثاني، وقد يكون هناك انقاذ وقد لا يكون. عندنا تفاصيل كتير هنتكلم عنها النهارده في المباريات الافريقيه وفي مباريات الدوري. هنبدا باخر مباراه افريقيه اتلعبت للانديه المصريه، مباراه الترجي والنادي الاهلي اللي انتهت بالامس بفوز الترجي بهدف من ركله جزاء. الحقيقه المباراه كان فيها تفاصيل كتير هيكلمنا عنها الاستاذ محمود حافظ الناقد الرياضي. شفت المباراه ازاي والانتقادات اللي وجهت فنيا للاهلي وشكل الترجي قدام الاهلي وعودته الى جزء من مستواه، وفي نفس الوقت الانتقادات اللي وجهت لحكم اللقاء. طيب خلينا نتكلم في البدايه يا كابتن ايمن حول المباراه دي، ان ناس كتيره من قبل المباراه يعني، ومستوى النادي الاهلي كان مستوى يعني عجبني في المانشيتات اللي كانت بتعرض منذ قليل يعني، ان مستوى كارثي او حاجات كارثيه بتحصل مع يستروب في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي. وده نتائج مش وليده اللحظه، اللي هي بقى لها فتره اصلا. لك ان تتخيل ان اخر 4 لقاءات على النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا ما بيفوزش، وده اول مره تحصل على فكره. صحيح. من وقت طويل. واخر 3 لقاءات ما بيسجلش. يعني دي ارقام كلها. صحيح. على مستوى الارقام حتى الفرديه للنادي الاهلي اللي دايما بنقول ان هو المارد بتاع البطوله دي.
حتى الناس بيسموا الترجي اللي يقول لك جول افريقيا، لا بس لما بيجي يواجه النادي الاهلي الموضوع بيختلف تماما. حتى في رادس دايما جمهور الاهلي يقول لك لينا في رادس حكايات، ده الشعار دايما صحيح. بتاعهم. طيب اللي اختلف دلوقتي هو مش حاجه كبيره، ما هو نفس اللي كان قبل كده هو نفس اللي دلوقتي. ما انت النهارده راح تلعب الترجي فنيا مش اقوى حاجه. الاهلي يعني ما خسرش قدام الترجي من 2018 وكذلك الحال الترجي ما فازش على النادي الاهلي من 2018. فده ريكورد حلو جدا من ايام سعد قير لما جاب ما جابوا ثلاث اهداف وفازوا على انيس البدري ولاعيبه الترجي وفازوا اخر بطوله بالظبط. اخر بطوله فازوا عليها بعد طبعا احداث شغب حصلت في وتكسير اتوبيس اللعيبه وقصه كده حصلت يعني ايام باتريس كارتيرون لما كان يتولى الاداره الفنيه للنادي الاهلي وقتها. لكن سكواد الاهلي في الفتره دي ما كانش قوي، مع احترامي طبعا للعيبه مش عايز اذكر اسماء طبعا. لكن سكواد الاهلي في الفتره الحاليه ما كانش قوي. بعدها كان الاهلي وقتها بيجدد فرقه او بيحاول كده كان حتى يعني تغيير دم من بعد وليد سليمان. كان فتره التواجد بقى اسلام محارب، مجموعه من اللعيبه لسه شباب او لسه مش كميتهم مش راكبه مع النادي الاهلي، فما كانتش احسن حاجه او هم حظهم ما كانش كويس في الفتره دي مع الفريق يعني. بعدها النادي الاهلي تحول، قدر ان هو من بعد 2020 يجدد بقى دماغه. مباراه القاضيه الشهيره قدر ساعتها يجيب بقى الفرق يعني ياكل الاخضر واليابس في بطوله افريقيا، لان هو الفتره دي كان اقوى سكواد في افريقيا بلا منازع. وده ما جاش من فراغ، ما انت بتكون فرقه مش بيوم وليله يعني، ده طبيعي يعني. تمام. على النقيض تماما الترجي عمال بيبيع في لعيبه وما بيقدرش يجيب لعيبه. خلي بالك الترجي كان عنده سمه مميزه جدا في اداره التعاقدات، عنده ان هو بيعرف يجيب محترفين اقوياء جدا يعني. الافارقه عنده بالظبط، الافارقه عنده اقوياء جدا. وكان منتخب تونس معظمهم الترجي لو تفتكر بالظبط كده. تمام. الخمس سنين اللي فاتوا او 6 سنين اللي فاتوا الترجي من 2019 مثلا او 2018 ما عندوش الملكه دي. مؤخرا بيحاول يعمل ده دلوقتي يعني الى حد ما. المحترفين اللي احنا شفناهم في المباراه امبارح قدام النادي الاهلي 5 صفقات في يناير هايله يعني. قدر بعد طبعا التعاقد مع باتريس بوميل، ده الصفقه الاهم على فكره. باتريس بوميل من المدربين اللي انا مقتنع جدا بمدرستهم وفكرهم التدريبي، او بمعنى اصح الترجي ما ينفعش يخرج بره المدرسه الفرنسيه. بس يعني هو كان اتقال عليه قبل كده انه مدرب منتخبات اكتر، ودي اول تجربه له في انديه. بس هو لما يتولى فريق زي الترجي بيعتبر، حتى انا مش بقول شعاره ان هو ترجي يا دوله، لا هو الترجي فعلا يعتبر دوله، يعتبر فريق شعب مش فريق عادي. فانت بيعتبر بتدرب منتخب مش بتدرب نادي، لان هو نادي، انت نادي عنده ارث تاريخي قوي، عنده فيدباك قوي جدا في افريقيا. فانت جاي على نادي مع احترامي مثلا مش زي الصفاقسي مثلا، مش زي الصفاقسي طبعا قوي، بس على مستوى دوري ابطال افريقيا النجم او الاسم البارز في معروف الترجي. انت وانت مغمض زي مثلا ما تطلع بره مثلا في اوروبا يجي يقول لك المستوى الابرز مين او النادي الابرز مين، هو الاهلي. ما طبيعي عشان بيسيطر على بطولات افريقيا. تمام. من بعده نادي الزمالك. تمام. مؤخرا بقى في بيراميدز عنده بطوله واحده. لكن مثلا تيجي تكلمنا على صن داونز بيقدم كره جماليه، لكن عنده بطولات افريقيه كتير يعني، ما عندوش السوبر افريقي وبطوله واحده. تمام. خدها على حساب نادي الزمالك في 2016. فانت النهارده بتتكلم في اداء هو مخيب للامال، بس في حاجات حصلت في المباراه زودت اكتر الضغوطات على النادي الاهلي. واللي بيزود الضغوطات على النادي الاهلي ان انت مباراه العوده لسه هنتكلم عنها انها بدون جماهير. عشان كده برجع اقول جمهور الاهلي ظلم نفسه طبعا، ظلم فرقته. انت احييك بقى ان انت خدتها من على لساني دلوقتي. النهارده انت عرفت بقى يا جمهور يا اهلي النهارده قيمه الجمهور في المباريات اللي زي كده عامله ازاي. امبارح جمهور الترجي ما سكتش، جمهور الترجي كان هو المحرك الاساسي من التدريبات مش من المباراه بالظبط. وعشان كده خلي بالك الحصتين اللي قبل المباراه الجمهور اداره الترجي منعت الجماهير عشان اللعيبه ما تتشحنش زياده بالظبط، عشان كان في شحن مش طبيعي كما لو كانت حرب مش مباراه. طيب جمهور النادي الاهلي فين من القصه دي يعني؟ خلي في اعتقادك ان انت مجرد القاء زجاجه او ازازه ميه في التراك يوقفك واحمد ربنا ان هي مباراتين واحده فيهم مع ايقاف التنفيذ يعني. فليه احنا يعني نوصل لحاجه زي كده في مباراه انت دلوقتي بتقول انا خسران 1-0؟ في الطبيعي الاهلي يجي يكسب هنا 3 يعني في الطبيعي، بس ده في وجود الجمهور. بعد وجود الجمهور بقى انت ما تضمنش حاجه، بالعكس بالظبط. الرؤوس بتتساوى والكفه بتتساوى، والتخبط الفني اللي فيه يستروب دلوقتي بيخليني قاعد ما عنديش ثقه في الفرقه. الاهلي والزمالك كده في جنب كده لوحدهم، لما يبقى الجمهور موجود بيبقوا 170% من مستواهم. ده طبيعي جدا. الجمهور مش موجود ممكن تأدي 100% او لا تؤدي خالص. ده طبيعي جدا. وهنتكلم عن الزمالك ونقول المحرك الاساسي بتاعه ايه طبعا، بس انا بكلمك دلوقتي في حاله النادي الاهلي. انت النهارده اي حد اهلاوي هاته من الشارع كده واساله، طبيعي جمهور عادي مش فني او بعيدا عن احنا كمحللين او كده. النادي الاهلي لما يجي يلعب مباراه بساعه كامله في استاد القاهره قدام اي فريق يقول لك ما هيكسب طبعا. تمام. طب لعبه من غير جمهور، لو فريق مع احترامي من الدرجه الثانيه في غانا يبقى المباراه فيها كلام 50-50. طب هسألك على خبر كده قريناه من ساعتين تقريبا، قال لك ان لجنه الاستئناف بكره في الاتحاد الافريقي بتنظر الاعتراضات دي، او استئناف الاهلي على العقوبه واستئناف الاتحاد المغربي على عقوباته ايضا. هل من ممكن يبقى فيه جديد ولا هيبقى صعب؟
ولا هتتشاف ولا تنظر ليها ولا تتشاف، لان الكاف بيتاخر شويه في القرارات دي وبيعمل، برافو عليك، بيعمل توازنات. تمام. فمع احترامي الشديد ليهم، لا ما عندهمش، هم بينظروا للقرارات اللي بياخدها المكتب التنفيذي بيطلعوها بعد كده باجماع تقريبا اغلب الاراء او بالاغلبيه يعني. تمام. ويشوف بعد كده اللي هو فيه صح من وجهه نظره، تقدم بقى اعتراضات، تقدم تظلمات، لم ينظر ليها. طب تعال نتكلم دقائق فني كده سريع عن الاهلي. التشكيل اللي لعب المباراه هو ده الامثل ولا كان ممكن يبقى التشكيل غير كده؟ هي الفكره، بص، هو انا كنت ضد الدفع بزيزو، يعني هو التشكيل كويس، ضد الدفع باثنين، كوكا وزيزو. يعني كوكا كان مميز، بس في واضح ان هو لاعب لغرض معين. يعني كان في حاجه معينه بتتعمل، لان مروان عطيه ما يقعدش ابدا. ما هي دي بقى، ما هي دي النقطه بقى، وشوفنا حتى على الاهلي فكره كان دفاعيا كويس جدا. طيب هاخد بقى من كلمه حضرتك دي، مروان عطيه لما نزل الشوط الثاني حسيت ايه؟ مش حسيت ان الاهلي ضغط الترجي وكان ممكن يتعادل؟ يعني طب ما هو ده اللي احنا بنقوله. تمام. زيزو هو لما نزل الاهلي فعلا. هقول لك بقى على معلومه خاصه، تمام، وخبر حصري للبرنامج. انت عارف ان كان في خلاف ما بين الجهاز المعاون وما بين يستروب على امكانيه اشراك زيزو، وان تروب ما كانش عايز يشارك زيزو بدايه المباراه؟ يعني علشان الاعتراض اللي كان اعترضه قبل كده ولا في حاجه؟ هو فنيا ما كانش شايف ان دي المباراه دي ان هو يبدا بيها، وتم الضغط عليه ان هو يلعب. في هتقولي في كده، اقول لك واللي عايز يكدبنا يكدبنا. انا بقول لك معلومه عندي من داخل النادي الاهلي. هو غلطان طبعا، من داخل النادي الاهلي المعلومه دي غلطان طبعا. ما بينه وما بين الجهاز المعاون كان في مشاورات. المشكله ان يبقى عندي كارت كويس بره، في مشاورات، وانا بقول لك معلومه انا متاكد منها كويس جدا، ولو طلعت المعلومه غلط هطلع اقول المصدر اللي قالها لي من جوه النادي الاهلي، احرق المصدر، ما عنديش مشكله خالص يعني. بس انا بقول لك من مصدر داخل النادي الاهلي بنقول خبر حصري. الراجل مش عايز يلعب زيزو، ما كانش عايز يلعب مباراه الترجي، مباراه الذهاب. وتم مش عايز اقول اجباره، بس تم الزن في ودانه. خلي بالك الاجانب عندهم مشكله. الاجنبي يا ابيض يا اسود. لو جبته وبيتزن في ودانه وبيسمع للقرارات، كل سنه وانت طيب، ده يمشي بكره الصبح. ده يمشي بكره الصبح. وعشان كده بقول لك ايام يستروب مع النادي الاهلي اصبحت معدوده. هي الاسبوع الجاي اصبحت معدوده. لا بغض النظر عن نتيجه مباراه الترجي، انا مش بنضرب الودع يعني، احنا بنتكلم في اللي هو بالورق. بقول لك لو حصل لا يعني حاجة. لا، ما انا فاهم قصد حضرتك. انا بتكلم في انه مش حتى من غير لو حصل حاجه، حتى لو الاهلي تاهل. انت عندك صن داونز بعد كده، صن داونز بمنتهى الاريحيه كسب الملعب المالي اللي هو متصدر عن الترجي 3-0. تمام. هتقولي الملعب المالي ممكن يعمل كامباك ويعود في النتيجه؟ لا ما فيش صعب قوي يعني. الملعب المالي ده مش ريال مدريد يعني، مع احترامي ليه يعني. تمام. وبعدين صن داونز يعني بدا يحاول بقى يبقى طماع شويه مع ميجيل كاردوزو، بدا يحاول يبقى طماع شويه يعني. ما بلعبش بقى، سيبك بقى من الفنيات، ما بتاكلش عيش. انا عايز ابين ان انا لا اخد البطوله دي، انا ما خدتهاش من زمن بعيد قوي. عايز ابين ان انا الفنيات دي كمان بتكسبني بطوله. فدي فعلا مشكله كبيره جدا، ان دلوقتي الجمهور زي ما بدينا كلامنا ما بقاش عنده ثقه في الفرقه، ودي حاجه خطيره جدا. لعيبه بالكم ده وبالملايين دي ما بقاش عندك ثقه فيها، ده شيء خطير جدا. شفت اللقطه دي؟ اول مره بقالنا حوالي 50 سنه بنشجع كوره، اول مره نشوف حكم واقف ماسك الكارت الاحمر ومستني اي حد يقرب منه. بامانه انا يعني موقف غريب يعني، ما اعرفش، عارف انت يعني، انا مش عارف اقول يعني في حاجه. الاتحاد الافريقي قال لك ده من صلاحياته منعا لاي مشاكل او حاجه، فهو الراجل مسك الكارت الاحمر عشان ما حدش يجيله. مع ان انا اللي اعرفه ان صلاحياتي ان انا اخلي الكارت في جيبي لو حد جاي يستخدمه. صلاحياتك ايه ده؟ انت قاضي الملعب يعني مع احترامنا يعني. يعني انت قاضي الملعب صراحه. وفي اكتر من كده صلاحيات. كلمه قاضي دي انا الحقيقه ما بحبش اقولها على الحكام دلوقتي. لا ما هو احنا بنتكلم على الكوره يعني. طبعا مفيش قاضي لانه مفيش الكلام ده خالص. بس يعني انت النهارده يعني انت اللي ليك الاولويه في الملعب، انت مدير الملعب ده كله يعني. تمام. يعني بلاش كلمه قاضي الملعب دي، بس انت النهارده في موقف زي اللي انا شايفه قدامي ده على الشاشه النهارده، انت يعني هل في حاجه شخصيه مثلا؟ في حاجه جواك شخصيه؟ هو هل مثلا شكوى الاهلي منه قبل كده واعتراض الاهلي؟ انا مش عايز اقول بقى كده، ما هي هي ما ممكن تبقى سبب، هتبقى كارثه على فكره. خلي بالك بالعكس، اروح اثبت العكس. الحكم على فكره بشر برضه، وبيتعرض لضغوطات وبيتعرض لحاجات عنده جواه. اللقطه اللي بص تبين لك اللي هو عارف في لغه الجسد، والناس اللي بتفهم في لغه الجسد تعرف تحلل اكتر مننا. الصوره دي فيكس، ده في حاجه تاني كمان، ده هو بيصفر وايده اليمين في جيبه اللي ورا بيطلع الكارت، عارف بيجهز نفسه. طيب عارف واحد بيسحب سلاح تقراها دي ايه؟ عارف المتحفز؟ محدش يقرب مني، انا متحفز لك. لا انا متحفز لك. ما محدش يقرب مني ليه؟ انا متحفز لك. انا عارف اللي هو انا جاي كده. شفت ايمن من البدايه كده، او الاستاذ طارق المخرجنا الجميل، فانا شفتك متحفز لك. انا في حاجه ما بيني وما بينك شخصيه بره الهوا، بره الشغل. تمام. طب انا بعد الهوا تمام ممكن رد فعلك يكون ناحيتي ايه؟ فبدات اتطلع لك الكارت الاحمر اللي انا معاه صلاحيه. انا بقول لك خلي بالك لو قربت لي بص يعني ما تحاولش تقرب لي. فدي تتفهم غلط. دي في يعني في علم النفس حتى الرياضي تتفهم غلط، ان انت كحكم انت مش محتاج تعمل ده، انت مش محتاج تبرز ده. انت اكبر من كده بكتير. تمام. يعني حتى لعيبه الاهلي عارف انت بيوصل لك كده، اللاعب كوره يفهم الكلام اللي انا بقوله ده، وانت في الملعب بيوصل له احساس ان انا
عارف انت يعني متداس عليك بلغه الكوره كده، معلش انا بحاول انتقل الكلام شويه، بيتداس عليك فتحس ان انت مش فكره ظلم، فكره ان انت حاسس ان انت الحكم جاي عليك مباراه خارج ملعبك متاخر في النتيجه 1-0، فحاسس ان الاجواء كلها ضدك، فبتبقى عارف انت الدنيا مظلمه في عينيك، كل حاجه سودة قدامك بالبلدي كده يعني. طيب في المقابل يعني الجناح الثاني في دوري الابطال بيراميدز ومباراته مع الجيش الملكي، وانا بالنسبه لي كان الجيش الملكي مفاجاه في ملعبه انه ما كانش له انياب، يعني ما كانش هو الفرقه المرعبه اللي تخوف يعني. هو مع احترامي للجيش الملكي، مع احترامي لكل انديه المغرب، حتى مفيش رجاء مفيش وداد، الوداد في الكونفدراليه موجود طبعا، بس يعني عارف شفت اللي احنا قلنا على جمهور الاهلي، الميزه الوحيده لبيراميدز ان هو بيلعب من غير جمهور. ايوه صحيح. كانت مؤخرا شوف احنا من كام شهر كنا بنقول لا ما عندهمش جمهور وبتاع، بس اللعيبه دلوقتي يعني لو اقول لك كم الصرف ما شاء الله اللي بيتصرف بيعوض فكره الجمهور مقابل ده يعني. فالنهارده اللعيبه دي وفقا لان هم ما عندهمش جمهور، لا بيحاولوا يعملوا حاجات كتير جدا. خد دوري ابطال افريقيا ده طعم البطولات، فبدا يتحرك بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بيكسب بيتعادل بره، بيكسب على ملعبه باريحيه، بقى عنده شخصيه البطل. مش بعيد ان انت ممكن تلاقي بيراميدز وصن داونز في النهائي تاني على فكره. حتى الان بيراميدز بيلعب على 5 بطولات. بالظبط مشارك فيها، لو حتى وبيلعب بكذا يعني عندك الكاس، كاس مصر هو لسه موجود فيه، الزمالك خرجوا منه، فانت عندك بطوله محليه، عندك الدوري منافس قوي جدا مع الزمالك، دوري الابطال هو منافس قوي جدا بالظبط، السوبر الافريقي لسه، سوبر المصري، حاجات كتير عنده ده غير ان هو كده حاجز في كاس العالم للانديه وعنده يعني بطولات كتيره، وخسر الانتر كونتيننتال يعني كان نتيجه يعني مخيبه شويه للامال، لكن ما زال يقدر ان هو يعمل لنفسه تاريخ الفتره اللي جايه. تخيل انت لو هو يعني انا في اعتقادي لو الامور مشيت زي ما هي كده، اعتقد ان هو ممكن يحجز طرف نهائي باريحيه يعني. مع اختلافي مع الراجل وطريقته على الخط يوروتشيتش، بس هو الحاله اللي عامله ده في بيراميدز ده اللي انا مقتنع بيه. ليه بقى؟ ما انا برافو عليك ان انت طرحت النقطه دي يا كابتن ايمن، بيعوض ان مفيش جمهور. هو قال كده فعلا، هو ممتاز بقى في الحته دي. ليه بقى؟ انا فريق ما فيهوش جمهور، في صرف، فالصرف ده هيخليك تبقى عامل زي البي اس جي كده في يوم من الايام، مع ان البي اس جي عنده جماهير، بس البي اس جي حاسين ان هم متدلعين قوي، كل حاجه متوفره لهم، اجهزه استشفاء على اعلى مستوى، فلوس بلا طائل وبلا مقابل، يعني بلا عدد، تمام. في المقابل انا مش مطلوب مني اخد بطولات، لا هم بداوا دلوقتي يدوقوا طعم البطولات، وفي نفس الوقت ما عندهمش جمهور. فالحته دي هم عايزين مدرب بلغه الكره مجنون، يعني يقف على الخط مش ثابت مش ساكت، تمام. طيب هل ده احيانا ممكن يبقى ضغط على اللعيبه، ولا هم عارفين ان ده بيتعمل علشان فوقكم احمسكم الكلام ده بيتقال؟ بيبقى متفق عليها طبعا، عارفين الكلام ده، متفق. لانه قال حاجه خطيره جدا في تصريحات اخيره، قال لك ان انا جيت الفرقه قالوا لي ده ما بيلعبش ماتشات نهائيه، ده بيخاف من المباريات الكبرى، ده مش عارف ما بيعرفش يأدي ايه، فبدات اتكلم مع كل واحد في النقطه دي بالظبط، اقول للعيبه صدقوا نفسكم والعبوا لعبكم، فبدات الفرقه تبقى هو لاعب نفسي، هو يعني فنيا هو مش اقوى مثلا من دياز، رامون دياز مثلا، رامون دياز ده مدرب قوي جدا يعني، هو مش اقوى منه، ومسك بيراميدز فتره من الفترات ما عملش معاهم نتائج، لكن ليه يوريتيتش عرف يعمل ده؟ عشان هو قدر يلعب على الحته النفسيه بتاعت اللعيبه. هو عارف، بص اللاعب المصري او العربي بصفه عامه والمصري بصفه خاصه، لو لعبت معاه نفسي تقدر تاخد منه حاجات كويسه، وهقول لك دليل على كده. برافو عليك. وبين قوسين دلوقتي شيكو بانزا، على الرغم ان هو مش احسن حاجه، بس افضل شويه مما كان عليه في بدات حده الجماهير عليه في الهجوم تخف شويه، لان معتمد جمال عرف يلعب على الحته النفسيه معاه، وقال عنه كلام حلو، فده بيرفع مستوى. خلي بالك الحاجات دي بتترجم، كنا بنتكلم بره الهوا ان في حاجات بتترجم وبتوصل للحكام وبتوصل للمدربين وبتوصل، فالحاجات دي بتوصل لاصحابها، تمام، زي ما حضرتك اتفضلت وقلت. فالنهارده الحاجه دي لما بتوصل للعيب زي ده، في ظل ان اللاعب ده اصلا هو سويا يعني نفسيا مش 100% يعني، عشان نكون صادقين مع بعض، لانه عمل 6 انتقالات يعني في اقل من 4 مواسم او 3 مواسم، يعني ما كانش 6 شهور في نادي، فدي كارثه ان الزمالك يتعاقد مع لاعب، على عكس مثلا خوان بيتسيرا مثلا اللاعب الحالي البرازيلي. فالنهارده انت جايب لاعب زي ده بيعمل ده، او جايبه للدوري المصري مختلف، حتى طريقه احتفالاته، شفنا كابتن عبد الناصر محمد كذا مره راح له قال له ما تنزلش الشورت، مش عندنا مش بتاعتنا، تمام. فهو بيلعب على الحته النفسيه كويس جدا يوريتيتش. طيب بما اننا فتحنا موضوع الزمالك، الزمالك الحقيقه عندنا حاجتين هنتكلم عنهم، نتيجه المباراه، وانا بعتبرها الحقيقه هايله، لان انت لعبت في اجواء، انا بعتبر اصعب مباراه بتاعت الزمالك. اولا الساعه 3 الناس صايمه، جو درجه حراره غير طبيعيه ورطوبه وحاجات كتير قوي هناك، وفي نفس الوقت انت قدرت تتعادل بعد ما اتاخرت، ده رقم واحد. رقم 2 عندنا خبر بيقول ان هناك توصيه باستمرار معتمد جمال بالزمالك في الموسم المقبل، اربط لي ما بين الاثنين، والابتسامه دي وراها حاجات كتير قوي. الابتسامه دي وراها حاجات كتير قوي.
موضوع نص صايمه دي يعني انا ما بدخلش في النوايا. لا 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 احنا بنقول اللي يعني مش هنقول اللي شفناه، احنا هنقول اللي عارفينه. لا مش اللي شفناه يعني ما بدخلش في النوايا يعني، بس هو عشان بس نكون احقاقا للحق، هو في هي رخصه بس مش للكوره، تمام. يعني هي رخصه للسفر، تمام. هتقول لي في ناس كانت فتره في الملعب، عشان نكون صادقين وما نقدرش مش هقول اسماء، كل واحد بقى مش هقول اسماء، تمام، عشان اكون صادق معاك. لا لا مش محتاج اسماء، تمام. طب هي رخصه للي فاطر، دي مش قصتي، انا مش شيخ، تمام، فانا ماليش دعوه بالقصه. بتكلم على اداء في الملعب يعني. بالظبط، تمام. طيب طب هقول لك حاجه، وحتى لو فاطرين كلهم والاجواء اللي اتلعب فيها المباراه، ما الانديه المصريه بتعاني في التوقيت ده، توقيت الظهر ده. بالظبط، حتى لو فاطر، حتى لو في الايام العاديه طبعا. وهناك درجه الرطوبه، انا عرفت لما دخلت على الموبايل وشفت البرازافيل في العاصمه هناك في الكونغو 85%، ده انتحار يعني. ده ولا اثيوبيا، ده ولا اثيوبيا يعني. لا لعبني في اثيوبيا احسن، أيوة ارحم يعني، فاهم. صحيح. يعني بالنسبه للخبر معتمد جمال، انا بصراحه يعني عارف، ودي احد الاسباب اللي خليته بين قوسين كده يخسر مباراه انبي بمنتهى الغرابه، تمام. النهارده انت شايف لا الدنيا، فهمنا الحته دي. طيب انت النهارده الدنيا ماشيه، تمام، وبتكسب. حظ بقى، مش حظ، توفيق مش توفيق، مش قصتي، تمام. الدنيا ماشيه معاك، ما تلعبش في السيستم، ما تلعبش في النظام، سيبها ماشيه زي ما هي كده، المركب برايسها كده والدنيا تمام، وما تلعبش في السيستم. تتكلم بقى عن تجديد وهنجدد وتعالى نعمل عقد وتعالى يعني خلي بالك الفتره في توقيت صعب جدا. الفتره دي بيسموها فتره الحسم في الدوريات العالميه، صحيح. مش في مصر بس، تمام، اللي هي اخر النص الثاني من 3 واول 4 والنص الثاني من 5، خلاص بيبقى اتعرفت الملاعب، الفرق وصلت لقمه ادائها ومستواها، بالظبط، وبدا يبان الخطوط العريضه للدوريات والبطولات بالظبط. فانت النهارده دخلت في مرحله عنق زجاجه، وجاي بيتكلموا في تجديد وبتاع، فطبيعي هو غصب عنه دماغه اتشتتت. يعني هو الزمالك كان هيجيب خلاص مدرب اجنبي، فجاه انا هبقى المدير الفني وراجل بلا عقد مع النادي وبيشتغل حبا في نادي وتطوع، فجاي يتكلموا في الفتره دي يعني في حاجه زي كده. وقبلها بيوم بنجمع الفرقه وعاملين سحور في منزل المهندس الاستاذ ممدوح عباس، وعاملين مش عارف ايه وافطار قصدي، وقبلها كان الاستاذ عمرو الادم عامل سحور في النادي، واحنا في يا جماعه والزمالك خد الدوري مثلا، ما اعرفش يعني. والاجواء اللي بتحصل دي اجواء احتفاليه، فدي بتخرج اللعيبه بره تركيزها. فانا لما كنت بتفرج على المباراه، ومن مباراه الاتحاد مش مباراه الانبي فقط، أيوة. لان الكلام عن التجديد او الكلام عن عمل عقد من قبل مباراه الانبي، فده شفناه ان الزمالك ما كانش مركز. والدليل على كده ان الحاله اللي كان فيها الزمالك مفكوكه، مش هي. تحس ان في حد لعب في السيستم، حد لعب في النظام. الزمالك ما فيش خطوط قريبه، في تباعد مش طبيعي بين الخطوط، ما فيش انسجام. اللعيبه كل لاعب بيفكر في نفسه. في مباراه انبي حتى شفناها ان كل لاعب عايز يجيب هدف. اللقطه بتاعت خوان بيتزيرا اكبر دليل يبرهن الكلام ويبروز الكلام اللي انا بقوله. كان كوره في الشوط الثاني انفراد صريح، ممكن ان هو يبصيها هدف اكيد 100%. كان الزمالك يقدر، وكان جابها قبل كده لو تفتكر، حصلت كتير وجابها في زد قبل كده من وضع افضل. بس انا بتكلم في حاله ان دلوقتي انت لقيت العجله ماشيه، ما تحاولش تلعب في السيستم وتلعب في النظام، سيبه زي ماشي زي ما هو. وبعد ما يحصل كده انت ممكن توعد تقول له خلاص ما فيش مشكله، هات لي دوري ونقعد نتكلم مع بعض ونعمل عقد. طب اقول لك حاجه فنيه وما اعرفش هتوافقنا عليها ولا لا. طبعا عبد الله السعيد مش احنا اللي هنقيمه ولا نتكلم يعني، أكيد. بس بعد عوده عبد الله السعيد من الاصابه، بيزيرو اتنقل من مركز صانع الالعاب للجناح. المباريات اللي كان بيلعب فيها صانع العاب كان عامل خطوره اكتر، وكان الزمالك شكله الهجومي افضل. ارد عليك، اتفضل. خلصت عليه بصراحه الحركه دي في التشكيل، خلصت عليه، صح كده. ما انا بقول لك اللعب في السيستم. انت بص، انت كنت ماشي انت النهارده بيتزيرا من بعد مباراه الاهلي، هقربها لك بقى خالص. فاكر مباراه الاهلي 2-1 تمام، ضربه الجزاء حسين الشحات تمام مع بنتايج. الزمالك كانت حالته عامله ازاي؟ والجمهور فقد الامل، ما بقاش بيتفرج على مباريات، اغلبهم ما بيحضرش مباريات، بدات الدنيا ما تبقاش احسن حاجه، صح. دلوقتي الزمالك لما عين معتمد جمال بدا في شهر 1 يحاول يلم الدنيا تاني في اثناء توقف الدوري. بدا الزمالك يعود تاني للواجهه، رجع له فتوح مصاب، فبدا يعتمد على الخضري باك شمال، بيحاول يستكشف، يشوف مع ابراهيم صلاح، يشوف اللعيبه، فبدا يعمل هارموني كده، انسجام. بدا يكتشف حاجات في خوان بيتزيرا، بدا يكتشف ان عنده واحد اسمه يوسف فرنسي في نص الملعب، بدا يكتشف ان عنده مثلا ممكن يجيب بيتزيرا من الشمال او من اليمين يوديه في نص الملعب رقم 10. فبدا يبقى فيه انتاجيه اكبر في مباراه ايه؟ مباراه زي مباراه سيراميكا، مباراه سموحه، تمام. مباراه سموحه بيتزيرا عمل كميه تمريرات حاسمه مش طبيعيه، تمام. الجول بتاع ناصر منسي، هو ده اللي انا بقوله، ده اللي انا بقوله، ان الراجل ده في المكان ده كان مبدع. فانت لعبت كامل احترامنا لعبد الله، انا مش بتكلم على عبد الله، انا ايه المشكله ان عبد الله يبقى بره ويغير يعني، او مش لازم يبدا، او حتى لو نزل ما نزلش مكان الراجل في نفس المكان. عبد الله احيانا بيلعب
بيلعب تحت ال10 مش لازم 10 بالظبط كده. وده اللي كان ماشي وكان ممكن ان هو يعملها على فكره. في مباريات كتيره كان ممكن ان هو يعملها، في مباريات ممكن ما تلعبش باتنين في نص الملعب او بتلعب. هو كان بيلعب بناصر ماهر وعبد الله قبل كده، بتحصل كتير جدا وحمدي كمان وحصلت كتير جدا. لا حمدي دلوقتي مغضوب عليه، حمدي دلوقتي ما اصبح خلاص خارج نادي الزمالك، وفي الطريق محمد عواد على فكره ما لم يجد جديد يعني في خلال الفتره اللي جايه. لكن انت النهارده مع اللي انا شفته ده في الملعب، السيمتريه اللي احنا كنا شايفينها دي، ليه لعبت في الكيمياء اللي كانت ماشيه؟ الدنيا باظت، السيستم باظ يعني. لا لازم ترجع كل قطعه. انت كنت قعدت تجرب في التوقف الدولي، قعدت تشوف هنا وتشوف هنا، وهو نفسه قال انا واخد مباراه كاس الرابطه عشان اجرب فيها. وقلنا فعلا لما شفنا، انت عندك حق يا كابتن معتمد، مباراه كاس الرابطه اثبتت ان فعلا في لعيبه تقدر تعتمد عليها من الناشئين. كفايه انه رجع ناصر منسي للواجهه. ناصر منسي يوم 31 يناير كان راح المصري لو تفتكر، اكيد كان طبعا خلاص الموضوع خلصان، ولكن استمر مع الزمالك وبقى الايقونه في المباراه وتحول. وحتى السؤال، الناس بتطرح السؤال ده، ليه ناصر مش مطروح من ضمن المهاجمين اللي بينضموا لمنتخب مصر في الفتره اللي جايه؟ دي حاجه غريبه جدا الصراحه. انا بص بقى بعيدا بقى والله يعني نستنى لما نشوف الاسماء يمكن. بص انا حتى الان انا مش عايز يعني انتقد كابتن حسام حسن، بس انا اصلا يعني انا منتظر لحد اللحظه الاخيره. هل في حاجه شخصيه؟ ما انا مش عايز انتقد، خلينا مش هنتقد لحد ما نشوف القائمه. بس انا عايز اعرف يا كابتن حسام ايه المشكله ان انت تجربه وجربه. حتى انت رايح تلعب فرقه قويه على فكره. انت بتتكلم في السعوديه، بتتكلم في اسبانيا، انت هتجربه في مين تاني يعني؟ صحيح. مش رايح تلعب النيجر يعني. انت مش هتلعبه اساسي يعني انت خد الراجل وجربه. لا وجربه جربه نص ساعه اكتر، وجربه في المباراه الثانيه اديله شوط كامل تمام. لان انت ما عندكش اصلا راس حربه في مصر عنده نفس الملكه الا مصطفى محمد، مع احترامي الشديد جدا. انا مش شايف حد بالظبط كده. انا بقى هستنى لما مصطفى محمد يرجع مستواه عشان يكسبني في كاس العالم. هو مين ممكن يرجع مصطفى محمد للمستوى بما اننا اتكلمنا عن هو نفسه مصطفى محمد؟ صح كده. هو نفسه مصطفى محمد. لان مصطفى محمد انا ما اعرفش من بعد كومبري المدرب في نانت الفرنسي، تحس اللاعب مش راجع لنفس الفكره بتاعته يعني. حتى هو انت معاك لعيبه عرب ومعاك لعيبه افارقه كتير في نانت الفرنسي، بس انت تحس ان هو عارف اللي هو يعني مغترب، هو مش معاهم. هو يقول لك انا فترتي في جلاتا سراي كانت افضل. ماشي، ما هو جلاتا سراي عشان يعني تركيا يعني دوله مسلمه عندها تقارب شويه زي مصر تمام. لكن انت مش كل بلد هتلعب فيها تبقى زي مصر. ما انت محترف. ما محمد صلاح بقى على كده ده يروح يبكي في الركن على جنب يعني. صحيح. راجل راح لعب في اماكن كتير. انت بتتكلم دلوقتي ركزت فيها شويه، ان الثلاثي المرشحين لقياده منتخب مصر هجوميا 3 مهاجمين، الثلاثه عليهم مشاكل. مصطفى محمد مش قادر يرجع لمستواه، اسامه فيصل الزمالك مشاه ببلاش وعمل شغل مع البنك الاهلي، ولما انضم المنتخب ما عملش حاجه. صلاح محسن ما قدرش يثبت نفسه مع الاهلي، راح الانديه اللي راحها دي، استقر في المصري بقى كويس، لكن لما بيروح المنتخب ما بيأديش بنفس المستوى. هو مركز راس حربة عندنا ماله؟ وهو مهاجم رقم 3. ما انت عندك راس حربة، ما انت بتدور ليه؟ انا عايز افهم بس حاجه. ما انت يا كابتن حسام النهارده، وده السؤال اللي بطرحه مع حضرتك، انت النهارده ليه بتفكر بره الصندوق مع انك انت عندك جوه الصندوق حاجه؟ انا قلت عندك ناصر جوه، بتقول لي لا ما عنديش. ما انت عندك ناصر جوه. كان ناصر بيلعب في منتخب الاولمبي على فكره، وكان بالظبط. هو لعيب على فكره، برافو عليك، هو لعيب منتخبات متاسس، لعيب منتخبات. وانت وعنده حته يعني. انت هتكلمني على هيدرز، هو كمحطه اولا هو محطه كويس جدا، ما بيغمضش عينيه. وبعدين بالظبط كده للاسف بقى الوحيد اللي في مصر ما بيعملهاش مصطفى محمد. كل اللعيبه محمد شريف، صلاح محسن، حتى اسامه فيصل لما بيطلع في الكرات العاليه بيغمض عينه، ودي نقطه غريبه جدا. ناصر منسي بصراحه لا عنده الحته دي. هتقول لي لاعب محلي يا سيدي جربه. دي طبعا صلاح محسن بعد ما جاب الهدف من ركله جزاء امام شباب بلوزداد، ده الهدف الاول. وبعد كده طبعا اتعادلوا نتيجه طبعا مخيبه للامال يعني. انا صراحه وبرضه ما اعرفش طارق بيقول لي الهدف الاول والاخير. لا بالظبط، اولا واخيرا يعني. دي نقطه برضه من الحاجات الغريبه يعني. اعتقد ان هيبقى في المصري نازل مش عارف ليه يعني. انا صراحه للامانه يعني فتره نبيل الكوكي في بدايتها كانت حلوه مع النادي المصري، لكن في الفتره الحاليه انا ما اعرفش النادي المصري ايه ده. هل في مشاكل مثلا مع مستر كامل ابو علي في النادي مثلا، تبعيات الاثار الفتره اللي فاتت؟ هل في مشكله في مستحقات اللعيبه؟ السؤال بقى اللي انا عايز اساله لنفسي، ليه الجمهور ما بيبقاش حاضر بكثافه؟ دي نقطه مهمه جدا طبعا. يعني مباراه المصري، معروف المصري البورسعيدي ليه جماهير كبيره جدا طبعا. يعني تمام. فالنهارده انت بتلعب في السويس مش بعيده عن بورسعيد. بلاقي عدد، بص حتى في الصوره دي، حقيقي يا استاذ طارق على الصوره دي، بص الجمهور في المصري قد ايه؟ صحيح. يعني ما يكملوش 3000 متفرج. فيعني مع احترامي يا جماعه يعني، وعلى فكره هي ما فيش مشكله عندك انت في مباراه افريقيا، انت مسموح لك بالعدد يعني ممكن تحضر 10 15000 صح. يعني ما فيهاش مشكله. لكن انت النهارده المصري انا ما بشوفش الزخم الجماهيري الكبير في المباريات بتاعته، سواء في دوري، في كاس، في كونفدراليه.
مفيش اي عدد من الجماهير يمكنه ان هو، فدي برضو نقطه غريبه يعني. وكمان الهدف جه في وقت قاتل بصراحه. صحيح. يعني هدف بعد الدقيقه 90 في الدقيقه الثالثه على ما اعتقد من الوقت بدل الضايع، كان خلاص الحكم حاسب 5 دقايق وقت بدل ضايع. في الدقيقه تقريبا 93 او من حاجه المباريات كده يعني. من المباريات العجيبه. وخلي بالك برضو شباب بلوزداد من الفرق، هتقول لي ما هو انت ممكن تروح تكسبه هناك في الجزائر، هقول لك لا، ما هو كسب الاهلي السنه اللي فاتت يعني، ما هو رغم انه خسران من الاهلي هنا يعني، ما هو خسر الاهلي هنا 4 على ما اتذكر. بس يعني انت النهارده فريق على ارضه هيتاهل لدور الاربعه. الجمهور هناك ما بيرحمش. ايوه يعني انت حطيت ايدك على الايه، على العلاج. الجمهور هناك وجمهور الجزائر بالذات تمام، وعلى ملعب السي ار بي شباب بلوزداد. فانت النهارده مباراه زي كده انت ما قدرتش تخرج. بص، اللي ما بيقدرش يحافظ على نظافه شباكه في مباراه على ارضه، مباراه الذهاب على ارضه بنسبه كبيره تتجاوز 90% ما بيقدرش يكمل. وده نفس اللي حصل مع الترجي. اقول لك على حاجه، في لقاء كنت بكلم عندنا في الموقع يعني انا يعني بشتغل فيه وكده، كلمت واحد صحفي هناك في تونس زميل، فسالته على المباراه وكده، قال لي لقطه اللفظ عجبني جدا. قال لي لو الترجي عرف يحافظ على نظافه شباكه في مباراه الاهلي هنخرج منتصرين حتى لو 0-0. قلت له ايه الثقه دي؟ قال لي احنا دفاعيا اقوياء لكن عندنا مشكله في الهجوم، لسه ما فيش انسجام، لان اللعيبه اللي جت دي لسه جايه في يناير مع المدير الفني، لسه ما بقالوش كتير. فلسه ما قروش بعض، مع ان ظهرت مشاكل دفاعيه امبارح كتير، بس بتماسك يعني تقدر تتلم الدنيا. خصوصا ان انت لما بتلعب بره الارض انت هتركن الاتوبيس، لا هم وداخل بافضليه هدف. هم عارفين طبعا من اول دقيقتين الناس هتقع والناس هتقوم، وما دخلش. والترجي بيعرف يمارس الالعاب دي. يعني هو ملك الحته دي يعني. طيب يعني توقعاتك للانديه المصريه الاربعه ايه سريعا يعني النتائج كده؟ مش يعني انا بص، انا في جزء تمنيات وفي جزء توقعات. بس انا يعني والله العظيم يعني ما نابع من اي شيء، كنت اتمنى بصفه شخصيه ان الاربعه يتاهلوا، بس عندي احساس الشخصي ان في 2 و2. في 2 و2 يعني احساس الشخصي ده شعور عام الحقيقه. ليه بقى؟ لان شعور عام من النتائج الحاليه يعني. بما ان احنا يعني في الفتره الحاليه قدامنا النتائج، احنا مش حاجه بتكذب يعني تمام، ما لم تحدث مفاجآت. الزمالك وتوهو، اعتقد الزمالك عنده فرصه كبيره جدا ان هو يتاهل بنسبه تتجاوز ال 95%. المصري وشباب بلوزداد ليه اليد العليا، اذا كان اللاعيبه المصري عندهم فرصه ان هم يحولوا النتيجه دي ويحاولوا ان هم يعودوا بتعادل ثمين او انتصار يعني بفارق اكتر من هدف. وبالنسبه للاهلي والترجي، انا طبعا اتمنى الاهلي، امنيتي عاليه جدا ده، بس الجمهور مشكله. وانا بصراحه مش متفائل يعني، ما اكذبش عليك، احساس الشخص مش متفائل، وربنا يخيب ظنوني وتطلع المباراه دي ببر الامان والاهلي يتاهل لدور الثمانيه ان شاء الله. باذن الله يتاهلوا الاربعه ان شاء الله. طيب عندنا سيراميكا والطلائع في الكاس، والطلائع الحقيقه ما شاء الله يعني فاز على الاهلي وخرج سيراميكا من الكاس. كان فين الطلائع من اول الدوري؟ انا من اسبوعين 3 كده كان قبل الاخير تقريبا او في ال3 اللي تحت. فتش عن الشيخ جمعه مشهور بركاتك يا شيخ. صراحه الناس انا بحبهم جدا يعني، من لما كان بيلعب وهو لاعب خلق محترم. هو عمرو حسن انا بحبهم جدا على فكره يعني، انا قريب من عمرو حسن يعني، الاثنين محترمين جدا على فكره وبيأدوا كويس. من الاخلاق وكده، اصلا كنت بشوفهم في الملاعب لما كنت فتره كنت مراسل، فكنت بشوفهم يعني بحتك بيهم وكده، ناس محترمه جدا وتصلي معاهم جماعه ويعني ناس عارف خلق، عاملين شغل كويس. وبصراحه يعني هو بص، لكل مجتهد نصيب. الكوره بتدي فعلا اللي بيجتهد باقل امكانيات. عارف حتى انا كنت قاعد بتفرج على المباراه انا يعني صديق ليا في الموقع وكده، فبيقول لي هو ليه الطلائع مصمم ان هو يستقبل هدف من النادي الاهلي يعني. انت في الشوط الاولاني يعني طلائع الجيش بيحاول يطلع بالكوره وما بيعرفش يطلع بالكوره وبيحاول يطلع بالكوره. قلت له على فكره دي خطه بيلعب عليها جمعه مشهور. قلت له هي يعني بيقول لي ايه هي الخطه؟ ايه الخطه في ان يجي فيها هدف؟ قلت له لا، ما هو لو تماسك في اول ربع ساعه ما جاش فيها هدف هيكسب المباراه دي. قال لي مستحيل. قلت له طب هتشوف. قلت له الفكره هو بيلعب، خلي بالك الاهلي عنده مشكله، المدير الفني اللي قدامك بيقراك ان هو بيلعب بخطه اي الف ب كره ممكن اي حد يكسبك بيها. انا بنزل يعني ببدا الكره من تحت، بحاول اسحب فرقتك للضغط العالي، استنزفك بدنيا. وده اللي بيحصل مع الاهلي تمام. بدا يعملها مع انه مش موجودها. الاثنين السنتر باكات اللي ورا مش موجودينها في طلائع الجيش، بس حصل اخطاء كتير جدا. الاهلي ما قدرش للاسف يستغلها. صحيح. عدى الشوط الاول ببر الامان، قدروا بقى ينزلوا الشوط الثاني يستفيدوا. طب يعني في ادائه طيب قدام السيراميكا تقريبا نفس الاداء اللي كان قدام الاهلي، وساب سيراميكا يسيطر ويعمل كل اللي هو عايزه، لكن بيسيب له الكوره بيسيب له الاستحواذ وبيسيب له الكوره وبيلعب على الضرب في الهجمات المرتده في الارتداد السريع يعني. طبعا وركله الجزاء اللي اتعدت الاخيره طبعا هي اللي كانت المفصليه يعني. الفار تحيه للفار عليها. انا عجبني كمان ان الامتداد المباراه لوقت اضافي والناس بتأدي بنفس القوه ونفس الدوافع وحاجات كتير يعني.
لا طبعا طبعا، بس هي عيبها الوحيد انها كانت في نفس مباراه بيراميدز، يعني متابعتها كلها طبعا الناس اغلبها تبع الوحيد اللي بس عايز اقول لك يعني موضوع المواعيد ما ده، انا موضوع المواعيد ببصي لك حته كده يا كابتن ايمن عشان هنتكلم في موضوع المواعيد ده لسه عندنا الدوري لما نيجي نتكلم عنه يا جماعه. عندنا مباريات يوم العيد، يعني لو العيد الجمعه في مباريات دوري يوم العيد، لو العيد السبت في مباريات يوم السبت. قول والله بجد ان في ايه. هقول لك دلوقتي والله هقول لك، بس بعد ما نشوف ضربات الجزاء دي، ودي طبعا كانت مباراه او دقيقه الحسم زي ما بنقول، والصعود للدور التالي من كأس مصر وفوز الطلائع على سيراميكا 6-5. طيب احنا هنشوف مع بعض دلوقتي جداول الدوري قبل بداية المباريات. طبعا ده مجموعة البطل، وزي ما حضراتكم شايفين زمالك وبيراميدز والاهلي وسيراميكا المصري سموحة وانبي بيبدأوا. طبعا مجموعة البقاء زي ما بنسميها، هنسميها البقاء يا جماعة، بتبدأ بزد وبتنتهي بالإسماعيلي وفاركو وكهرباء الإسماعيلية. الثلاثة دول اللي تحت كلهم الحقيقة معاهم حرس الحدود، ومعاهم كمان المقاولين من 18 لحد 11 نقطة. يعني فروق مباراتين ثلاثة يغيروا الدنيا، والجدول ده الحقيقة هيشوف تغيرات كتير قوي. الإسماعيلي ممكن يعمل حاجة؟ لا بجد والله خرج ولم يعد. عجبني اللقطة في الأول وحضرتك مع الاستاذ طارق بتعرضوها، اخر خبر انت قلته عن الاسماعيلي حسني عبد ربه، التصريح اللي هو قاله ده يعني تصريح مقتضب، باخد منه حته جزئيه كده الاخيره، ان هو لم ولن يعد. وشكلنا الدوري السنه الجايه هنلعبه ب 30 فرقه، تمام 30 فرقه لا بجد يعني انا شايفه ده يعني واغلاق الملف. يعني برافو عليك، احييك يا استاذ طارق بجد والله. الاسماعيلي متاخره واغلاق الملف. انا خايف نغلق. انا مش عارف، انا هقول لك على حاجه، انا الكلمه دي بقى هاخدها كده الحته الاخيره دي. انا خايف نغلق ملف الاسماعيلي للابد، هتبقى مشكله والله العظيم يا جماعه، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله. احييك طبعا يا استاذ طارق على السرد الجميل ده، تمام. خايف ان احنا نغلق ملف الاسماعيلي للابد. حزين، ومش عايز اقول لك قلبي يعني يعتصر على الاسماعيلي. يا طارق هتجيب لنا ايه يا طارق؟ ده لقاء الاسماعيلي والمصري يعني بجد والله العظيم انا مش عارف يعني. كان ديربي القناه زمان ده، كان بقى خلاص. وهتقول كان فاكر الترام وفاكر السكه وفاكر الاولمبي، عمالين نقول فاكر. انا كنت بفتكر مباراه صغيره، اقول لك على واقع كده سريع يعني. كنت فاكر مباراه صغيره، كنت طفل لسه ساعتها يعني، تمام. كنت بحضرها، كان والد الله يرحمه بياخدنا الاستاد زمان وبتاع، ونتفرج على المباريات بقى، شويه الاهلي وشويه زي ما بحب المباريات كلها يعني اتفرج، لان والدي كان بيحب الكوره، بيحب يستمتع بكل المباريات. كنت بتفرج على الاولمبي والاسماعيلي، نروح مباريات طرفها مش اهلي وزمالك. انت متخيل والدي كان بيودينا مباريات طرفها الاولمبي واسماعيلي. نسافر اسماعيليه المصيف، تمام، او اسكندريه، نتفرج على الاتحاد والكروم، نتفرج على الاتحاد والكروم. يا بابا انت مودينا فين يا ابني؟ نتفرج في كوره، في حاجه جميله، في كوره تمام. في كده دوري الشركات كان مميز جدا في الصيف شهر 8. أيوة صحيح. النهارده انت بتشوف مباريات زي كده، الاسماعيلي هيبقى في طي نسيان. هو فعلا انا خايف نغلق ملف الاسماعيلي للابد. خايف عليه بجد نغلق ملف الاسماعيلي للابد، لان السنه الجايه مفيش حلول تاني. هتلعبونا ب 30 فرقه بعد كده ولا لا استحاله طبعا. يعني هنلغي الهبوط تاني؟ لا استحاله طبعا. بس هو طيب يعني الناس اللي فوق منه مش بعيد على فكره. يعني انت بتتكلم اولا 4 اللي هيهبطوا، اولهم حرس الحدود المهددين. يعني حرس الحدود 17 نقطه في مركز ال 18، انقذوا الاسماعيلي. ده طارق كاتب لنا الكلام ده، بيقول انقذوا الاسماعيلي. 100 ولا انت اللي بتقول طارق؟ انا هو انا وانتوا كلنا عايزين انقاذ الاسماعيلي طبعا والله يا جماعه. الاسماعيلي ده حدوته الكره المصريه طبعا لما بنتكلم عنه. احنا بالعكس احنا بندعم الاسماعيلي وفي ظهر الاسماعيلي، وعايزين الاسماعيلي يبقى في الدوري وينافس كمان، لان الاسماعيلي والمصري والاتحاد والمحله، الانديه دي كانت يعني بعبع الاهلي والزمالك زمان، قبل بيراميدز وقبل زد وقبل انبي وقبل الانديه دي ما تظهر. دول اللي كانوا الكره المصريه الحقيقه قبل كده. بالظبط بالظبط. وعشان كده انا بصراحه لازم الاتحاد الكوره ووزاره الشباب والرياضه يكون ليهم دخل في المرابطه. لازم تحاول تحل الموضوع ده، تشوف بقى حل القصه دي، ان احنا نفعل بقى الحاجات دي بشكل جدي، او نشوف نعمل يعني حاجات في صالح الانديه، ان يكون في مؤسسات رياضيه ترعى الانديه دي يعني. طيب انا الحقيقه اشكرك، لان خلاص وقتنا ازف زي ما بنقول. بفكر حضراتكم يوم الجمعه ويوم السبت في مباريات دوري. انا مش هقول لكم ايه، دوروا على المباريات هتلاقوها ان شاء الله. هتبدا بحرس الحدود والاسماعيلي يوم الجمعه، المفروض الساعه 5 على فكره، يوم العيد الساعه 5، مش عارف ازاي. شكرا استاذ محمود حبيبي، بسعد دايما بتواجدي معاك. ربنا يخليك. بشكر ضيفي وضيف حضراتكم اللي كان منورنا في حلقتنا النهارده، الناقد الرياضي الاستاذ محمود حافظ، معلقا على مباريات الفرق المصريه المشاركه في دوري الابطال وفي الكونفدراليه، وايضا على مباريات كاس مصر والدوري العام. بشكر حضراتكم، نلتقي الاسبوع القادم. رياضه في رياضه.